انسى لك هذا الموقف يا ونيس، لن انسى لك هذا الموقف. خلاص يا ميسة، خلاص بقالك 10 ايام بتعاقبيني والمفروض انا اللي اعاقبك. تعاقبني بصفتك ايه؟ بصفتك جوزي ولا رئيس الحي؟ الاثنين يا ميسة، الاثنين، بصفة جوزك وبالنيابة. ما تجيبليش سيرة النيابة، ما تجيبليش سيرة النيابة. أنا تسيبني أنزل مع الظابط لوحدي؟ أنزل قدام السكان مقبوض عليا؟ مش انا لما البس هدومي بغير هدومي، غيرت هدومي ونزلت لحياتك وحطيني في موقف بايخ. يا سلام، بايخ؟ لا كنت سيبنا السجن. انا جبت عيش وحلاوة، فين الحلاوة؟ بتتريق؟ اتفضل اتريق براحتك. انت تتريق وليلى تتريق والعيال المشردين اللي معايا يتريقوا عليا، يخلوني وانا نازله يقولوا لي يا حلوه يا بلحه يا ممعه. انا اتشمت فيا ليلى يا ونيس. يا ميسة، يا ميسة، محدش شمت فيكي، انت اللي خليتي الناس تشمت فيا. واحد زي خليل مستني لحظة عشان يشمت فيا. ميسة حبيبتي، انا في المنصب ده علشان امنع المخالفات والتجاوزات. تجاوزات؟ تجاوزات ايه يا ونيس؟ الشارع فيه 4 جراشات، ايه المشكله ان جراش منهم يتحول لهدف نبيل، جمعيه تخدم المجتمع والناس؟ دي اغنية، قصدي ده قانون يا ميسة، ده قانون وانت خالفتي القانون. انت سلمتي نفسك عشان تساعدي انسان مستغل بيحول نص الجراج لسوبر ماركت. يعني انت ارتحت دلوقتي؟ هديت لما الجمعيه اتقفلت والسوبر ماركت اتقفل؟ ده غير ان انا لسه هدفع غرامه. كل ده من تدبير ليلى. سبحان الله، وليلى مالها بس يا ميسة؟ يا سلام، اتأمل الموقف كده، الموقف فيه مؤامرة، هي مش هيهدلها ولا يهنالها بال ان جمعيتي يقوم لها قائمة. مؤامرة تدبر السفر والرحلة يوم القبض على ميسة، وحضرتك فين؟ مش موجود مع الهانم، واتسجن انا لوحدي. انا ما فكرتش في المسألة بالشكل ده، وما اعتقدش المسألة فيها سوء نية يا ميسة. لا فيها سوء نية يا ونيس، بس مش مشكلة، الأعضاء الكريمات هبوا لنجدتي ولموا ودفعوا لي الغرامة. الجمعية هتقوم يا ونيس، ولما تقابل ليلى قول لها ميسة بتقولك القافلة تسير والكلاب تعوي، وأنا يشرفني إن أنا أتسجن دفاعا عن الخدمة العامة. يا ميسة، انت هتعملي فيها هدى شعراوي وروزا يوسف؟ انت غلطانة ولازم تعترفي بكده. ولازم تفهمي يا هانم ان انا مش هكسر مبادئي ابدا حتى لو خسرت كل الناس اللي حواليا. أبنائي اجمع كله في الطابور. أبنائي أعزائي فلذات أكبادي. ونيس لو سمحت ثانية واحدة قبل ما تبدأ الطابور. يا ولاد، أنا بعترف قدامكم كلكم إن أنا غلطت، تعديت على حقوق الآخرين، وحاولت آخد حقوق مش ليا، وحاولت أكسر مبادئ أبوكم. أنا بعتذر، بس ده ما يمنعش إن جمعية هيا بنا نرحم أجدادنا هتطهر كل الأخطاء دي إن شاء الله. برافو ميسة، كده بقيتي مراتي وحبيبتي. يا ايه ده؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ برانيت مكسيكي وشارينها من هنا من مصر؟ طب استنوا لما تسافروا وتروحوا المكسيك. دي مجاملة بسيطة علشان لما ننزل المطار هناك ما نحسش بالغربة. عز الدين، طب انت يا حبيبي مسافر تشتغل، انا بقى يا شرف الدين مش شايفه اي معنى لسفرك خالص. يا ماما انا في اجازة وفرصة اتفسح واشوف المكسيك، انا ما غلبتش غير تمن التذكرة وانا نازل في شقة اخويا عز الدين. حسبي الله ونعم الوكيل، اول مرة نص اسرتي تسافر. بابا أرجو إن سفر عز الدين وشرف الدين ما يكونش حجة لتأجيل فرحنا. كان لازم السفر النهارده يا عز الدين، ما كانش ممكن تأجله شوية يعني وتحضروا فرحنا؟ انا رايح اشتغل يا زكريا، مش رايح العب، وبعدين هبقى ابعت لكم ورد من المكسيك. انا كان نفسي احضر فرحكم، بس انا برضه ورايا شغل، بيقولوا انه في بعض الامراض المستعصية منتشرة هناك. ايه؟ تعرف يا شرف الدين شرفنطح ترجع لي من المكسيك بجريمة تكشف او تدي علاج لمكسيكي واحد ادي فيها سجن، وانت ما تعرفش يعني ايه سجن؟ لا ماما تعرف يعني ايه سجن. ماما تعرف يعني ايه سجن؟ خلاص يا ونيس انا بقيت من ارباب السجون. بهزر يا ميساء، بهزر، بخفف من حدة الوداع. من فضلك يا أنكل ونيس، أنا عايزة أقول كلمة لعز الدين قدامكم، إنه أخد قرار السفر لوحده من غير ما ياخد رأيي، ولو عايز يغير كلامه أنا ما عنديش مانع. بس بلاش التهبيل اللي بتهبلوه ده، بلاش توصلوا المسألة لنهايتها.
هو الولد بيتنقل من حته لحته ومتخبط. حضرتك علمتنا لازم نجرب. تجرب في الحاجه اللي تخصك لوحدك يا عز الدين، انما انت حطيتني قدام الامر الواقع وعليا ان انا اقبله. ما كنت اتجوزت يا حورية وسافرت المكسيك مع عز الدين، هو هناك مش فيه صحافة؟ ممكن ينجح عز الدين وكلها سنة وتغيري رأيك وتروحي له. برافو عليك يا حسنية، عين العقل. هو ممكن يشتغل هناك سنة في فندق تساعده يجي يتنقل هنا في اوتيل كبير ويبقى معاه فلوس ويشتري شقة. انا العقد اللي همضيه هناك خلال سنه هيجيب لي اكبر شقه في القاهره، بس ادعوا لي. يلا يا عز الدين، هنتأخر على الطيار، لسه طابور الوداع. مسافرين يا ولاد؟ خلاص. نشوف وشكم بخير. مع السلامة يا حبايبي. بقول لكم ايه، انا مش هوصيكم، ها؟ دخولك المكسيك لا ينسيك اخلاقك ومبادئك ودينك. تكلمونا في التليفون مرة على الأقل كل أسبوع. لا اطمنوا، ده انكل ونيس هيكلمكم كل نص ساعه. يلا يلا عشان انا مش قادر اسيطر على بقول لكم ايه، ايوه. اول ما توصلوا تتصلوا بينا وتدونا نمرة تليفونكم. اوعى تحب هناك يا شرف الدين. عز الدين خد ده معاك في السفر. ايه ده؟ قصه ال 50-50 مالش تاني؟ لا دي قصه تانية، تاج الزواج. هنبعت لكم صور الفرح، بس كان نفسي تبقوا معانا. اوكي باي 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 باي. يا ولاد، بقول لكم ايه، اول ما توصلوا هناك تتصلوا بالسفير على طول تقولوا له انتوا ولاد مين. حسبي الله ونعم الوكيل. معقول يا ميسة؟ معقولة؟ حتى استغلال منصبي في المكسيك؟ ما تتعصبش يا انكل، ما تتعصبش، احنا عايزينك هادي عشان نتكلم في تفاصيل الفرح. انتوا حولتوا حياتي لميتم. ايوه يا حبيبتي، ساعدتوني ودخلتوا الفرحة في قلبي وبسرعة سرقتوها ودمرتوا مستقبلي. ايوه يا اختي. كان لازم تعرفي انه ده بحسن نية، واحنا ما نقصدش اذيتك ابدا. طب ما تبعدوا عنها بقى، يعني يا نحلة لا تقرصيني ولا عايزة عسل منك. ما تخليك لي محضر خير يا ست بيسة، احنا نحل برضو. انتوا ضبابير وزنت على خراب عشي. المسلسل 30 حلقة بطولة يتلغي واخسر 150,000 جنيه، وصالح وقع مع مراته ودخلوا في طلاق. عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ حتى لو قلنا لك ان احنا عملنا كده عشان ما تقعيش في واحد يخدعك. لا انتوا مالكم؟ احنا مالنا ازاي؟ انت كمان خدعتينا وعملتي علينا تمثيلية حب وجواز من صالح، واحنا اتصرفنا بناء على الكذبة دي. كان لازم اقول لكم كده. واحنا كمان كان لازم نعمل كده. طب مش خلاص عملتوا اللي انتوا عايزينه ودمرتوني؟ ابعدوا عني بقى، مش عايزه اشوفكم. حتى لو قلنا لك ان دي اخر مرة، ومش هنتدخل في شغلك ابدا. ما هو طبعا مش هتتدخلوا في شغلها، لان مش هيجي لها شغل تاني. حطي في بقك لبيسة يا بيسة واسكتي. احنا عاوزين نكتفي باننا نبقى اصدقاء. خلاص احنا اصدقاء. غوروا من وشي بقى. ايوه بس انا مش مكتفي بالصداقة دي. قصدك ايه غريب؟ قصدي يعني ان احنا نصلح غلطتنا فورا. يبقى انتوا ناويين لي على كارثة تانية. بالمناسبة انا هعزل. على جثتي انك تمشي من هنا. ده انا هعمل لك 3 أفلام مرة واحدة، 1,000,000 2 5. انا تحت امرك، وانا هجيب لك اكبر المخرجين، وانا هجيب لك اعظم مؤلف. انت هتعك يا غريب. هي لازم تبدأ بقصتي، قصة أنس الوجود. يا رب اموت يا رب اموت، خد يا رب من وشها. بعد الشر ده انا وش السعد عليكي. ده انا بقول لك ايه، احنا عشان نثبت لك حسن نيتنا انت اختاري المخرج واختاري المؤلف اللي انت عاوزاه. انا خلاص اتفقت مع 3 صحفيين ودفعت فلوس ل5 أغلفة ل5 مجلات عشان يعملوا لك دعايه ما حصلتش. الناس هتشاور عليكي من قبل ما تمثلي. حرام عليك، ما تقعدش تلعب بطموحاتي وعواطفي لمجرد انك معاك فلوس. انا فلوسي هعمل بيها ايه؟ انا عندي فلوس كتيره ووحداني. طموحاتي الجديده انت. صدقيني المره دي. انا بصدقك انت يا ابو الفضل. يا ده ابو الفضل وقف لي زي الشوكه في الزور. هو يزيد عني ايه يعني؟ القصه. لا ابدا، بس بحس ان هو ابويا فعلا.
كان كده معلش. ايه اصدقه يا ابو الفضل؟ صدقي لو كان على الفلوس غريب ممكن يعمل معجزات. انا وفلوسي وقلبي وكل حاجه تحت امرك. يلا بينا يا شكسبير. ايه هتسلمي نفسك؟ انا مصدقه غريب المره دي، متهيألي انه ممكن يساعدني ويحقق لي طموحي. بس التمن مش الفلوس، ده بيشتري النجمة اللي هيدفع فيها. قصدك ايه؟ قصدي اقول لك ان الراجل ده بيحبك وعاوز يتجوز. انا مش مصدق، الحلم بقى حقيقه. ده انت طلعت جن مصور يا حسام. كان نفسي ونيس رئيس الحي ونائب المحافظ يبقى موجود دلوقتي. شايف الكباريه شغال، رخصه في جيبي. ايه ده؟ هو ونيس ما يعرفش؟ هيعرف، ده هيبقى ردي على كل اللي عملوا فيا. ولازم شيرين تعرف معتزه، الكل لازم يعرف اني ما وقعتش، اني وقع ونيس. وهكون عملت حاجه غلط؟ يعني الترخيص اللي معاك سليم 100%. قانون، ولا ونيس ولا اللي اكبر منه يقدر يتعرض. يبقى خلاص يا حسام، انسى ونيس بقى وركز في الشغل. المبلغ اللي بتقول عليه نعمله في يوم واحد، ده كنز. بس انا مش عاجبني الشغل، انا عايز شخلعه اكتر. زود الشخلعه، الزباين تزود الشخلله. كله سكران ومحدش واخد باله. طب انا مش سكران، هنتحاسب ازاي؟ انا تحت امرك، بس احنا لسه في اول يوم يا ثروت. هناخد حسابي ليله ليله. ما ينفعش، كل اسبوعين نقعد ونصفي حسابنا. مفيش تصفيه، انا ليا 75% من الايراد. والاداره ومجهوده ببلاش، الاقي 10% اداره، يعني 35%. يا اما تعالى انت بقى شغل الكبريت ده بقى بنفسك. ايوه اشغله. افتح المحل، حد يكلمني. هتربعها على دماغك، هتربعها على دماغك. لا اشغله ولا ليا دعوه بيه. جو اون، موافق، دول حسالة. اوكي يا صاحبي، هحضرهم لك 65% كل اسبوعين تاخدهم. طب تشاو. حط على البنات ورا الكواليس. كباريه نور وبقى سواريه. لو عايز تعرف مين السبب دور عليه. واقف جنبي وعفاري. طيب مش يحط ايده في جيبه ويدفع اللي عليه؟ امسك، دي اخر حلاوه ترخيص. بس كده يبقى رخيص. اقبلهم. طب عشان قرطست لك ونيس، احنا اتحايلنا على القانون. حضرتك كده بتكسر القانون. انا من حقي اغير القانون، ولان تغيير القانون بياخد اجراءات طويله وممله، فانا بحولها لتفاهم انساني. يا استاذ ونيس، يا استاذ ونيس، انا عندي حته ارض والقانون بيقول اذا ما بنتش اعمل حواليها سور. مش حضرتك عايز تجبرني انك تجيب ناس تقعدهم فيها؟ انا ما بجبركش، في غيرك اصحاب اراضي كتير في شوارع الحي كلها، ليهم اراضي تحولت الى خرابات ومقالب زباله، اقتنعوا بمشروعي، واحنا كتبنا لهم ورق يضمن لهم حقهم باخلاء الارض في اي وقت هم يقرروا فيه البنى. بس انا غير مسؤول لا عن الخرابات ولا عن الزباله. الزباله دي السكان اللي حواليها هم اللي بيرموها. الاستاذ ونيس عايز يجمل الخرابات، وفي الوقت نفسه عايز يمنع السكان انه يخربوها زياده. بتقول نفس الكلام اللي انا قلته. بس اتفضل. انت حضرتك بما انك مالك الارض، ايه اللي يضيرك ان احنا ندخل اسره من الاسر دي تعيش في الارض ديت، تعمرها وتزرعها وتخضرها، وبعدين كمان في نفس الوقت يسترزقوا منها. والشارع بدل ما يبقى فيه 3 4 خرابات تحول لمناظر جميله تريح عين السكان، واحنا من جانبنا احنا بنساعدهم بالبذور والتقاوي وننظف لهم الخرابات دي. ربنا يخليك لنا يا استاذ ونيس، كفايه حضرتك شاغل مخك وتفكيرك على ناس غلابه زينا.
اذا كان على المساعده انا بساعد وبزكي ومستعد اساعد كمان. يا سيدي المساعدة مطلوبة، لكن احنا مش بنحل مشكلة وجبة ولا نومة، احنا بنعلمهم سلوك إنساني، بنعلمهم ازاي يعيشوا في مكان نظيف. طب بس انا ذنبي ايه؟ طب ما احنا ملناش مكان نروح يا بيه نستلم الخرابه اللي في شارعنا، وانا وجوزي وعيالي هنخليها زي الفل. بس خلي بالك جوزك هيشتغل فيها غفير، يعني ما فيهاش بيات، احنا مش عايزين نحولها بقى لعشوائيات، انتوا تزرعوا من خيرها بيعوا. طب الحي هيضمن لي الارض ساعه ما احب اخدها هيديهاني؟ طبعا يا اخ جلال، ده حقك زي ما هو حق الناس التانية انها ما تشوفش مكان قذر. اقنعتني يا استاذ ونيس وانا تحت امرك. متشكر جدا. بقول لك ايه، انا عندي 4 حتت ارض، ممكن تاخدوها تنظفوها وتروقوها؟ بارك الله فيك. على الاقل الغفير هيبقى ببلاش. ممكن يا أستاذ جلال. مع الف سلامه. يلا يا اخوانا، يلا كل واحد على خرابته. ربنا يسعدك، ربنا يخليك، ربنا يسعدك، ربنا يخليك، ربنا يكرمك، ربنا يحرمنا منك. مع السلامه. واقف في الباب يا عم عبد الله. الناس بتحبك، ربنا يكون في عونك يا ونيس بيه. يا سلام، شوف انت بتعمل ايه، بتحاول تكسر القانون عشان تسعد الغلابه. في ناس بتكسر القانون عشان الهلس والفجور والعياذ بالله. قصدك ايه يا فؤاد؟ مش عايز ازعلك، حسام فتح الكباريه. مش ممكن. ازاي من غير ترخيص؟ معاه ترخيص. منين؟ طلع ترخيص من ادارتي انا؟ اعوذ بالله، ادارتك ما فيهاش ملوث ولا فاسد. هم لعبوا لعبه، خدوا الترخيص على مرحلتين: رخصه بمسرح منوعات وده قانوني، ورخصه من حته تانيه بمطعم وبار بالمشروبات. دي ثغرة في القانون يا ونيس، وثروت وحسام خدوا ترخيص قانوني، لأن أي كباريه مكتوب في الرخصة مسرح منوعات. ده تحايل على القانون، مش ثغرة. ازاي احنا كمسؤولين ما نقدرش نفرق بين المسرح وفنه وبين الكباريه وانحلاله؟ هيبقى موقفنا ايه لما المسرح يتحول مضمون الكباريه؟ لما ينحل هنتصرف ازاي ونقاومه ازاي اذا كان على اليافطه من بره وفي الرخصه مكتوب على الكباريه كلمه مسرح؟ بإيدك إنك تمنع أي انحلال، لكن لازم تفهم إن العملية ما فيهاش أي فساد. لا، في فساد. لازم نعترف ان الاداره ممكن تبقى عظيمه ونزيهه وشريفه، انما ممكن يبقى فيه بؤر فساد. انا في منصبي ده ناس كتير بتلف حواليا وتدور كل يوم وكل ساعه عايزه تخالف القانون وتدفع اي تمن. لو انا موظف شريف ومسؤول شريف وما ضعفتش، في غيري هيضعف. وعشان كده أنا اخترتك. المشكله مش في المسؤول، مشكله في الناس المسؤولين منه اللي ممكن يفسدوه. بيه، انا قدامي ناس لها حقوق، انا بحارب عشان اجيبها لها بعدل، انما في ناس تانية عايزه تحقق مصالحها حتى لو داست على القانون، حتى لو داست على حقوق غيرها الغلابه. واجبك كمسؤول إنك ما تديهمش الفرصة. القرار قرارك. انا ابويا قالها لي كلمه حكمه، قال لي المسؤول زي حكم الكوره، اي قرار بياخده لا يمكن يرضي الفريقين. انا بفكر ابعد. يبقى ارتكبت جرم أكبر من فساد مسؤوليتك. انا عايز استقيل. مش هسمح لك، ولا أبوك هيسمح لك. وعايزك تسأل الأستاذ أبو الفضل وهو يفهمك إن قرار حكم الكورة بالانسحاب من المباراة ممكن يدمر الماتش كله. جون! الصورة دي في الصميم، الصورة دي هتبقى جون. خد لي البروفيل ده. ايه
اكتب على الصورة الجاية مولد نجمة بجوار القلم الجبار. بقول لك ايه، اكتب على الصورة دي المنتج غريب عارف كان عارف انها اكتشاف مذهل. لا انا خايفه، انا خايفه. بقول لكم ايه، ما نأجل حملة الدعاية دي شوية لحد ما ابدأ تصوير أول فيلم. ده أكبر غلط في الزمن ده. المهم الدعاية، وبعدين الشغل. حتى لو الشغل ما جاش مش مهم، المهم الدعاية، بروباجندا. بقول لك ايه، الصورة دي اكتب عليها المنتج غريب عارف بجوار زوجته كراميلا وبجوارهما المأذون. سمعوا تصور. طب ما تصوروها وهي بتمضي العقود بحق وحقيقي، دي حتى الصورة يبقى لها معنى. والله فكرة. امضي. بقول لك ايه، الصورة دي اكتب عليها المنتج غريب عارف بجوار زوجته كراميلا وبجوارهما المأذون. سمع. لا بقى، عشان نبروز كراميلا لازم يكون لها معجبين. تعالي يا كراميلا اتفضلي، وانت تعالى جنبها. ايوه انا كمان. ايوه اركع. ايوه اقعد ارفس اي حاجه. طيب اقلعي له الجزمه. ايه، هتضربني ولا ايه؟ لا، هتلبسها لها. اكتب على الصوره دي مجنون النجمه كراميلا. لا لا لا، ما يصحش كده، اوعى يا غريب. ده شرف ليه يا ست كراميلا؟ لا كفايه امضي لك اوتوجراف، اللقطه كده معناها وحش. يا موسى، مساء الخير. اهلا سياده نائب المحافظ. ازيك يا ونيس؟ اهلا يا استاذ غريب. ازيك يا ابويا؟ ازيك يا ابني؟ وحشتني. وانت اكتر. ايه مالك وشك مش عاجبني؟ فرصه اخد صوره مع ونيس. معلش انا جاي اقول كلمتين لابويا ونازل على طول. استنى بس يا ونيس، مش تبارك لكراميلا؟ هعمل لها 3 افلام مره واحده. بالشفا، قصدي بالسلامه. مبروك ابويا. عايزك في كلمتين، انا مخنوق قوي. عن اذنكم. استنى بس يا ابو الفضل، هتروحوا فين؟ استنوا شويه، احنا هنتكلم كلمتين ونروح احنا لحالنا، وانتوا اقعدوا اتكلموا مع بعضيكم زي ما انتوا عاوزين. هو ونيس اللي هيقول لنا رايه بصراحه. تعالى جنبي، تعالى. عايز اخد رايك في حاجه. اقعد. ايه رايك؟ انا معروض عليا فيلمين، ابدا الاول بفيلم انس الوجود بتاع ابو الفضل. نعم. هو لمؤاخذة ابويا، حضرتك بقيت تعمل في الحقل السينمائي؟ لا، القصه بس. هشوف حد يعمل السيناريو. القصة كئيبة قوي. انت اكيد تعرف انس الوجود، انا قريبه منها. والله روميو أدرى، قصدي أبويا أبو الفضل أدرى. تعال. بقول لك ايه، حاول تصور سياده نائب المحافظ مع كراميلا كام صوره كده في اوضاع مختلفه، عشان لما الناس تشوف الصوره دي تعرف انها مسنوده. طيب الفيلم التاني كوميدي، اسمه شرود في جبلية القرود. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلو. شرود وقرود، ده شغلك برضه يا أبويا؟ لا انا مش تافه، دي قصه غريب. ويا ترى مين اللي هيمثل شرود ومين اللي هيمثل القرود؟ لا ما طيب انا بقى شرود ودول القرود طبعا. شفت بقى، شفت ضحكتك وخليتك تفك ازاي، بس انت بتضحك وعينيك فيها حزن. الله 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 الله، هو انا اخلص من ابو الفضل يطلع لي ابنه؟ طب وهم سموها كوسه ليه؟ وهم سموا البامية بامية ليه؟ أهو كلها طبيخ. مش قصدي يا بابا، هم سموا الوسطى كوسه ليه؟ عشان ساعات بيقولوا على الكوسة قرع. طب ايه علاقه القرع بالوسطى؟ هي كده، عشان الكوسة سهلة الهضم، سهلة الطبيخ والتطبيخ. في ناس بتحب الكوسة وناس ما بتحبهاش.
بمناسبة الكوسة يا أنكل، أنا عايزة أطلب منك خدمة. نعم، عايزه كوسه انت اخرى؟ أيوة، عايزة أعمل موضوع عن علاقة المسؤول ببيته. زي ما انت شايفه يا اختي، انا كمسؤول في بيتي بعمل كوسه. اصل كل الناس اللي حواليا عايزين كوسه، كل الناس عايزين كوسه. ولادي، مراتي، قرايبي، جيراني، كلهم عايزين كوسه. قلت اعمل لهم كوسه هنا، اصل انا هناك عمري ما هعملها. مالك يا بابا؟ انت من ساعة ما رجعت وانت مش طبيعي. في حاجة مضايقاك؟ نفسي امكم توصل بدري عشان تشبع كوسه. ممكن بقى يا انكل نسيبنا من الكوسه ونتكلم في الكوشه، نتكلم في فرحنا؟ نعم يا فندم يا زكروطة، طلباتك ايه مني؟ طالب ايه؟ ها؟ شقة من محافظة ولا حتة أرض؟ ولا اسمع يالا، ما تيجي أكتب شارع باسمك من شوارع جمهورية مصر العربية، شارع زكروطة. متشكر يا انكل. متشكر في عينك، وأنا هعملها أصلا. قصدي يا انكل يعني ليا طلب عند حضرتك في زحمة شغلك يعني. نعم. طلباتك ايه يا زكريا؟ أنا وجهاد عايزين حضرتك تيجي معانا محل الموبيليا في الشارع اللي ورانا، برضه تدينا رأيك. مش أنا اللي هتجوز يا زكروطة، مش أنا اللي هتجوز، وأنا ماليش رأي في المسائل دي. طب وفيها ايه يا بابا انك تختار لنا؟ أكيد حضرتك ليك وجهة نظر. اظهر وبان عليك الأمان يا زكروطة يا قلعبان. واخدني تلففوني يالا، تلففوني، واخدني ابونيه، واخدني كارنيه ابونيه معاكم. معانا رئيس الحي، معانا نائب محافظ، علشان صاحب المحل يعمل لك اكراميه، يعمل لك خصم 10%، ويبقى طالب مني قصادها مخالفه 100%. يعني أنت مش من حقك يا أنكل ونيس كمواطن تعيش حياتك الطبيعية؟ مش طبيعيه، قصدك اعيش حياتي السفلقه. بس احنا ما قصدناش كده يا انكل. هو يعني عشان خاطر منصب حضرتك هتحرمني من مشاعر الابوه يوم ما اختار جهازي؟ بصراحة المنصب ده جه علينا نكبة. أنا آسف، أنا آسف ولاد. أنا الظاهر فعلا ما بقتش طبيعي، بس بقيت خايف حد يقرب لي ويطلب مني حاجة تجرحني. ونيس، انت الوحيد اللي هتوقف الناس دي عند حدها يا ونيس. خش عليه، عايزة ايه؟ في ايه؟ مالك يا حبيبي؟ طلبك ايه؟ قولي عليه. انت السبب في اللي حصل لي يا ونيس، انت السبب. المدير بتاعي جه قابلك في مكتبك، حضرتك تقريبا طردته، فضل مرقد لي عشان ما يبانش ان هو بينتقم مني، وفجأة أشر على اني انفذ الترقية الجديدة في مرسى مطروح. نعم افندم، طلباتك ايه مني يا ميسانم؟ الموقف خطير يا ونيس، انت هتوافق على اني اروح مطروح او الترقية مني تروح؟ اجيب لك كوسه. اي حاجة يا حبيبي، مش وقت غدا دلوقتي. انا عايزاك الراجل ده تفوت له اي حاجة هو عايزها. لا المرة دي بس. مش مصدق، انت ما بقيتيش ميسة، عايزاني اخون الكرسي اللي انا فيه؟ ساعتها هتحترمي جوزك يا هانم؟ انت ما بقيتيش ميسة. انت اللي ما بقيتش ونيس فعلا، المركز والمنصب غيروك. انا ما اتغيرتش يا ميسة، ما اتغيرتش، رغم ان كل حاجة حواليا اتغيرت. خلاص انا قربت ابقى لوحدي، محدش بيقرب لي الا اذا كان عايز مني حاجة او ليه مصلحة ضد القانون. القانون الوحيد اللي ابتديت اصدقه. مفيش صديق واحد جنبي مش عايز مني حاجة، مبقاش في أصدقاء. والله لسه الدنيا بخير، أنا لا يمكن أنسى فضل ونيس علينا. طبعا دي أسرة محترمة وكلها أصالة. والله نفسي نزورهم. وايه اللي هيشكو؟ الاستاذ ونيس طول عمره بيته مفتوح. طب كنتوا زورونا احنا، ولا احنا ما بقناش قد المقام يا دكتور عبد الجليل؟ اخص عليك يا ألفت، ده انت اختي والقسطى مطاوع عشرة عمر وجوز اختي، بس انتوا عارفين المشاغل اللي كنا فيها. ودينا اهو لما رستقنا نفسينا فضينا لكم. شقتك يا ألفت انت ومطاوع جهزت في العمارة ومفاتيحها. والله فيكوا الخير، افتكرتونا. لا مش مستريح، شكلك كده يا حنان مدي على المعلمه فتحيه. خير؟ جرايه يا اسطى مطاوع، اديني بعوضك اهو على اللي عملته فيك امي، والشقه قصاد العربيه اللي حرقتها لكم.
تلاقيك بقى فضحتنا عند ونيس وطلعتنا اندال وما فيناش الخير. الاسطى مطوع بيشتغل عند الاستاذ ونيس اللي ما عندوش وقت يسمع مشاكلنا، وربنا يخليه لمشاكل الناس. وبعدين انت هيهمك ايه الاستاذ ونيس يعرف ولا ما يعرفش؟ وانت خلاص لبست جرافطه حمراء واللي عيلي عيلي. ازاي يا مطاوع؟ الاستاذ ونيس ده صاحبي واخويا، وانا يهمني انه ما غيرش فكرته عني، واذا كانت الايام بعدتنا شويه بس اللي في القلب في القلب. ده حتى عبد الجليل بقاله شهر عمال يقول لي عايزين نزور ونيس عايزين نزور ونيس، بس انا اللي ما كنتش فاضيه. وهو جه الوقت اللي لازم نعمل فيه الواجب ونزوره. ربنا يقدرك على فعل الخير يا دكتور عبد الجليل، انت وحنان هانم. المفاتيح ايه هتنسوها؟ متشكرين. تقدروا تنقلوا فيها من بكره. تصبحوا على خير. اسطى مطاوع، يبقى بلغ ونيس ان احنا كده كلنا كأسرة هنزوره بكره. ماشي، سلام. عاجبك كده؟ خدوا شقه ب120,000 جنيه. مش خساره يا حنان، دي اللي هتحسن صورتنا قدام ونيس. المهم لما نروح نزوره بكره وبحرص في الكلام. فاهم، وما يحسش ان احنا عايزينه في مصلحه. انا مش فاهم انت جايباني هنا ليه وعايزه مني ايه يا ميسه؟ اوه ما انا جايلك في الكلام اهو يا ثروت، جايلك في الكلام. اللي انا عايزاك فيه حاجه خاصه بيني وبينك، ونيس ملوش دعوه بيها خالص. انت تأمريني، انت مرات اعز اصدقائي واخت عزيزه. ازاي يا عزيزه اختك دلوقتي؟ بس أموريني يا ميسه. بص يا ثروت، بقول لك ايه يا ثروت، قبل ما اتكلم تبعد عن توريطاتك وجنانك، انا بقول لك اهو. عيب يا ميسه، عيب. اموري. انت عارف ان اللي اسمها ليلى دي عامله جمعيه الرحمه باطفالنا؟ عارفها، مش بتاعه الاطفال المتشردين دول؟ انا بقى عامل جمعيه انقح، جمعيه ضحايا الادمان. عارفه يا ثروت، عارفه. ثروت، انا عايزاك تنقذني يا ثروت، انا تعبانه. نو امبوسيبل. معقوله؟ كحوليات ولا مخدرات؟ اللي هو ايه ده؟ انت ادمنت ايه ومن امتى؟ بص انت هتفضحني في البنك، ده انت اتجننت فعلا. انا الحق عليا اللي جبت لك. مش بتكلم عن جمعيتك، انا بتكلم عن ضغط نفسي واقع عليا انا. اللي اسمها ليلى دي بفشرشها ومستحوذه على ونيس بالجمعيه بتاعتها، بتحاربني، مش عايزاني اعمل جمعيتي. انا كده اتلخبطت. انت كمان عامله جمعيه؟ ايوه عامله جمعيه خدمه عامه. جمعيه هيا بينا نرحم اجدادنا. حلوه، يبقوا 3. هيا بينا نرحم اجدادنا، الله يرحمهم. انت عامله جمعيه عشان تترحموا على اجدادنا ولا توزعوا فطير وشوليك على التراب؟ بس انا فعلا غلطانه عشان لجأت لواحد زيك. انا بهزر يا ميسه، ايه اللي مطلوب مني بالظبط؟ تنقذ جوزي، جمعيتي، تنقذ جمعيتي. انا عايزه مقر للجمعيه. فهمت. بس كده بالعين دي قبل العين دي. المقر جاهز يا ميسه. ربنا يخليك يا ثروت، بجد. فين؟ كباريه، عندي صاله صغيره. بص، عايز نعمل جمعيه خيريه في كباريه؟ ما بعيد عن الكباريه، جنب صاله القمار على طول. بس ده انت مجنون فعلا. روح منك لله يا ثروت، منك لله. انا بتكلم على المقر التاني يا بني ادم. فهمت. عايزه قاعه في مبنى جمعيتي. ويبقوا جمعيتين مع بعض خدمه عامه. انا موافق يا ميسه، انا موافق. هديكي قاعه كبيره في مبنى جمعيتي من بكره. تشاو. الحمد لله، بقى عندي جمعيه وونيس ملوش حجه. ولا ليلى كمان بقى ليها حجه. دي ليا انا. متشكره قوي يا انكل عبد الجليل. دي بقى علشانك يا جهاد. متشكره قوي. يا جماعه
ودي علشانك يا ميسة، حاجة بسيطة. ميرسي، متشكرة قوي. مش عارف بقى ذوقي يعجبك ولا ايه يا ونيس؟ دول كرافتتين جبتهم لك معايا من باريس. باريس؟ كانش في داعي ابدا تعرونا في باريس، قصدي ما كانش في داعي تتعبوا نفسكم يعني. معلش يا جماعة ان انا ببص، اصل بصراحة اول ما شفت الهدايا اتخضيت، افتكرت ثروت وهدايات. يا سلام، قوم ابراهيم. الحاره وحشتنا قوي، اخبارها ايه؟ ما عنديش فكرة. ما عندكش فكرة؟ امال فين عز الدين وشرف الدين ياخدوا هديتهم؟ سافروا يا سيدي المكسيك، عز الدين بيشتغل وشرف الدين اخوه انتهزها فرصة فراح يتفسح. يا حبايبي يا ولادي وحشوني. بس بلاش الشغل ده بقى. انت ما عرفتش يا دكتور عبد الجليل، مش شرف الدين دخل طب، يعني هيطلع دكتور برضه. ما شاء الله. يعني ضامن شغل تاخده معاك في العياده يا دكتور؟ طبعا، على الاقل الواحد يرد شويه من جمايل ونيس علينا. جمال يا راجل، جمال ايه؟ احنا عملنا حاجه خالص؟ ها؟ ده انت شايلنا كلنا يا استاذ ونيس. هو في حد من اهل الحاره ينسى خدماتك ليهم؟ فاكر يا ونيس؟ فاكر لما اتكربسنا كلنا في شقه الحاره بتاعتنا؟ ايوه. لا، ولما لبسوا عمال النظافه وقعدوا ينظفوا في الحاره. ولا وقفتك عشان حقوقنا؟ الواحد هيقول ايه ولا ايه؟ هو ده الباقي، هو ده اللي بيفضل، الصداقه والايام الحلوه. ايوه يا عبد الجليل، تصور انا كنت محتاج زيارتك دي قوي النهارده. انا كنت قربت ايأس. انا فعلا محتاج جنبي صديق زيك. والله فيكوا الخير، فيكوا الخير فعلا. انا مبسوط قوي ان انتوا ما نسيتوش مطاوع وألفت. معقوله ربنا يكرمنا ويزيدنا وننسى اهلنا وناسنا؟ ده اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. الله 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 الله، يا سلام سلام، تمام. وانتوا لسه ساكنين في الحاره؟ حاره؟ طبعا، مالها الحاره؟ احنا صحيح وضبنا الشقه شويه، انما هنطلع من توبنا. والعياده فتحتها فين يا انكل؟ فاتح واحده في وسط البلد. اوعى تكون قفلت المستوصف اللي في الحاره، ازعل منك جدا يا عم جيل واحتقرك فعلا. لا طبعا. وحنان كمان وضبته يا استاذ ونيس. وفتحنا مركز كده مش بطال للتخسيس والتجميل، حاجه من بتاعه العصر اياه دي. ربنا يزيدكم كمان وكمان. ربنا كرمنا اخر كرم، العمارتين والقهوه والارض اللي على اول الحاره وشويه فلوس كده، ده غير بيتكم اللي امي اشتريته الله يرحمها هننهب. صحيح، بيت الحاره. يا ترى ايه اخبار البيت يا عبد الجليل؟ زي ما هو، معقول. يا خساره. طب ما تفكروا تستغلوه في اي حاجه كخدمه عامه. انا شخصيا ممكن اجره كمقر لجمعيتي، جمعيه هيا بينا نرحم اجدادنا. ما يغلاش عليك يا ميسة، بس بصراحه احنا لسه ما فكرناش. يا سلام، الواحد نفسه البيت ده يفضل كده على طول رمز لكفاحنا. يعني ايه يا استاذ ونيس؟ هيعملوه متحف؟ متحف؟ بس ما تعمليش حواجبك. متحف ايه؟ حد قال متحف؟ هو يفضل موجود كده زي ما هو ويستغلوه زي ما هو. الله، المعمار ده ما يتكررش ابدا. كله على الله. ايه؟ استاذنكم احنا بقى. معموله كده بسرعه؟ بس لازم تزورونا. هنزوركم باذن طبعا، هو في احلى من ايام زمان؟ متشكرين جدا اتفضل. جدا. اتفضل. مع الف سلامه. نورتونا. مع الف سلامه. السلام عليكم. مع السلامه يا طارق. مع الف سلامه يا عبد الجليل. متشكر، ربنا يديم الصداقه. خش في الموضوع على طول يا عبد الجليل. قول لي انت جاي لي ليه؟ ما انا قلت لك يا ونيس. انت ما قلتش حاجه. اتكلمت عن حاجات كتير قوي ما فيهاش اللي انت جاي عشانه. بصراحه انت عارف ان دي فلوس حنان، وهي ضغط عليا يا سيدي ومتعشمه فيا وفيك. كلنا متعشمين في ربنا. ونعم بالله. البيت بتاع الحاره بتاعكم اللي احنا اشتريناه، قصدي اللي المعلمه فتحيه اشترته وبقى بتاع حنان. انت عارف بقى ان المحافظه رافضه قرار ازالته والبنى مكانه، واحنا لما كنا بنزوركم لفتوا نظرنا ان احنا لازم نستغله. وانت جاي النهارده عشان تستغلني انا يا عبد الجليل؟ لا يا ونيس، انت فهمتني غلط، ده هو مجرد تأشيرة بقرار إزالة. وانت عارف يا عبد الجليل ان البيت ده عشان يتهد هيهد حواليه بيوت كتيره في الحاره ساكن فيها ناس غلابه ما عندهمش عشر تملكه انت وحنان. ايوه يا ونيس، بس ما تنساش تمن الارض كام، وبعدين مش عادل ان احنا نسيبه كده من غير ما نبنيه. والعدل برضه انك تدق في عماره وتشرط حاره بحالها. مع كل دقه في البيت ده هتوقع جنبيه بيوت كتير. يا سيدي ان شاء الله ما فيش حاجه وحشه هتحصل، انت بس طلع لي قرار ازاله
اهده وبلاش ابني دلوقتي. اهو نجرب. نجرب؟ الناس بقت عقول تجارب، ومين اللي يتحمل مسؤولية ده؟ عبد الجليل، انت بزيارتك ليا في بيتي حسستني اجمل احساس بين صديقين. لما انت جيت لي مكتبي عشان تقتله كنت معتقد انك من الاصدقاء القليلين جدا اللي ملهمش عندي مصالح مخالفه. ما هو علشان انا صاحبك ما فيهاش حاجه يعني انك تساعدني. والدنيا ما بقاش فيها حاجه تستاهل قد موقفي معاك. انا اسف يا عبد الجليل. انت اتغيرت يا ونيس، يظهر ان الكرسي ده غيرك. قول انه لسبب شخصي جواك رافض تهد بيت عيلتكم. نفترض يا عبد الجليل. انا اسف. اوكي يا ونيس، بس خلي بالك انت خسرت صديق ليك كان بيحبك، خسرتني علشان حاجه تافهه. لسه يا ونيس في غيره كتير. فاضل مين يا ابويا؟ فاضل مين ممكن اخسره؟ بقوا كتير قوي. انا خايف يجي اليوم اللي اخسر فيه مراتي وولادي. انا بفضل انسحب، استقيل. مش هتلحق يا ونيس. قبل ما تقدم استقالتك هيكونوا رفضوك. قصدك ايه يا ابويا؟ المرة دي جاية لك من بعيد وفضحتك بقت بجلاجل. يا دي الفضايح، يا دي الفضايح. مجلات الاسبوع ده يا استاذ ونيس. حسبي الله ونعم الوكيل. يا اللي رايح كتر من الفضايح.